الكشري الاسكندراني وحلاوة الكشري الاسكندراني اللي هتخليكم بعد الفيديو ده تعملوا احلى طبق كشري اسكندراني ممكن تاكلوه. يلا بينا على الطريقة. بصلتين متقطعين شرايح رفيعة، عليهم معلقتين دقيق، هقلبهم مع بعض كويس جدا عشان البصل يتغلف بالدقيق. عندي زيت سخن غزير، هنزل بالبصل لحد ما يتحمر ويقرمش بالشكل ده، هنخرجه على جنب ونسيبه كده لحد ما يتقرمش. خدت شوية من زيت البصل، معاهم معلقة من الثوم المفروم. اول ما خدت لون، كوبايتين من عصير الطماطم، ملح، كمون، كزبرة، شطة، ورشة سكر، شوية خل، وهسيب الصلصة تتسبك. باقي زيت البصل نزلت عليه بكوباية من الشعرية، ودي الإضافة اللي هتاخد الكشري في حتة تانية. أول ما اتحمرت غسلت كوباية عدس مع كوباية رز ونزلت بيهم وأقلبهم مع بعض يتشوحوا. ملح، كمون، فلفل أسود، وكمان توم مفروم، هقلبهم تقليبة مع بعض لحد ما يتشوحوا. هنزل بمية سخنة بتغلي تغطيلي سطح الكشري. اول ما يغلي هنهدي عليه النار ونسيبه لحد ما يستوي. وهو بيستوي هنكون سلقنا البيض وندحرجه في معلقه كبيره كده من السمنه البلدي لحد ما ياخد اللون التحفه ده. الكشري بتاعنا استوى وبقى مفلفل وريحته وطعمه تجنن. هنجهز كل حاجه ونبدا نغرفه، وهتطلعوا طبق بالجمال والحلاوه دي. البتنجان والطماطم هتلاقوهم الفيديو اللي فات، لازم تجربوه وبس كده.